قبل المرحلة دي في مرحلتين مهمين، مرحلة رفع المقاسات، ودي فيلا في دبي رحنا رفعنا المقاسات بتاعتها، ودي الحمامات بتاعتها. تاني مرحلة هي رسم بلان الفرش بالمقاسات. تالت حاجة بنعملها بنختار المود بورد، واول حاجة بنعملها في المود بورد هي ان احنا نختار الستايل او المذهب اللي احنا هنشتغل بيه. في الفيلا دي اخترنا ستايل وده الوابي ستايل سابي، او مذهب ياباني باختصار مشروح في كلمته. وابي معناها الاتحاد مع الطبيعة، يعني كل ما هو طبيعي حطيه في البيت بتاعك. وسابي معناه ان المثالية والكمال موجود في كل حاجة مش كاملة، يعني مش شرط الحاجات تبقى بيرفكت. يلا ننزل نختار الخامات. خلاص استقرينا تقريبا على الالوان، بس كنا بنختار هل نختار بلاطة كبيرة ولا بلاطة صغيرة. شايفين البلاطات كل ما كانت كبيرة كل ما بتدي شكل لاكجري اكتر للمكان ازاي. خلاطات والاكسسوارز بتاعت الحمام واخترناها كلها جروهي اسود. نقارن بين الديزاين اللي عاملينه والمود بورد والالوان اللي احنا مختارينها على مساحة الحمام. دي البلاطة الترازو اللي احنا اخترناها، واخترنا معاها البلاطة الفاتحة دي، وهندخل معاها لون الخشب اللي هو تحسه طبيعي جدا عشان يكون لايق مع الستايل بتاعنا.